مكونات البرغل راح تكون 3 ملاعق كبار زيت زيتون وحبة بصل نقلبهم. عندي البصل راح احط فص ثوم واحد. Give me رنجينا صلصة. ما نبي يتحمر، لا البصل يتحمر ولا الثوم يتحمر، يابد صلصة. هذا ملعقة كبيرة صلصة حطينا، نبى الصلصة تتقلى عشان طعمها يصير أحلى. الحين دور البهارات، عندي ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ربع ملعقة صغيرة بابريكا، نص ملعقة صغيرة نعناع ناشف، وملح طبعا حسب الرغبة. نحطهم ونقلب. طيب عندي هنا برغل نص كوب كنت ناقعتنا بنات بالماء، بعدها عصرته وايد عدل، بعد ما مرت نص ساعة تقريبا عصرته وايد عدل، والحين راح احطه فوق الخلطة مالتنا. take this one give me the water. حطي يا رنجينا. هاي عندنا نص كوب ماي. يلا الحين راح نطبخها نفس العيش، من ينزل منسوب الماي شوية راح نغطيها ونخليها على راحتها تطبخ. شايفين البرغل مالنا كيف نزل شوي منسوب الماي عنا؟ خلاص الحين نغطيه ونخليه على نار هادية على الراحة، وأباها تبرد، يعني بعد ما تطبخوها تخلوها شوي تبرد، ما تحطوها مع الخضار وهي حارة. انزين حق السلطة البرغل صار جاهز. راح نحط كوب بقدونس وحبة طماط كبيرة، ربع كوب بصل أخضر، وربع كوب نعناع، وتقريبا نص كوب رمان، بس عندي هنا زيادة بس شي كافي. راح نحط 3 ملاعق كبار دبس الرمان وعصير، ليش هناك تعال هنا، وعصير ليمونة وملح، صارت جاهزة. وشي الله يسلمكم التبولة التركية مالنا أو سلطة الإيج صارت جاهزة، من أجمل أنواع السلطات اللي ممكن تاكلوها. جميلة 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 بنات، وايد جميلة وبس، وصحية وكل شيء، ودمتم سالمين.